حياكم الله. حياكم الله، مرحبا. ايوه. ها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن فرصة سعيدة أن ألتقي بأبنائنا في بريطانيا، أبنائنا السلفيين في بريطانيا، وأرجو أن أوفق في هذا اللقاء فيما أوجههم به من نصيحة لهم تنفعهم إن شاء الله في دنياهم وأخراهم. أولا أوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وإنها وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتقوى الله تبارك وتعالى فيها سعادة في الدنيا والآخرة، هي بها تسبق الأعمال وترفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. وصيهم بالتمسك بكتاب الله والاعتصام به وسنة رسول الله والاعتصام بهما والعض عليهما بالنواجذ، وعلى كذلك سنة الخلفاء الراشدين يعض عليها بالنواجذ. ويحذرهم من البدع وأهلها، وأنصحهم أن يتعلموا العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتب التفسير السلفي، ومن كتب العقائد السلفية مثل السنة، أصول السنة للإمام أحمد وللرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، والشريعة الآجري، والعقيدة الحديث للصابوني وما شاكل ذلك، وابن سيد بن بطة وما شاكل ذلك، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأتباعهم. لا يمكن أن نعرف المنهج السلفي على الوجه الصحيح والمواقف الصحيحة من السلفيين في مواجهة أهل الباطل والبدع والضلال. لا يمكن أن نعرف هذا إلا بدراسة هذه الكتب ومعرفة مواقفهم السديدة في نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وفي رد الباطل من كائنا من كان أهله، لا سيما من أهل البدع والضلال كالخوارج والروافض والمعتزلة ومن سار على نهجهم من أهل البدع المعاصرة كالإخوان المسلمين والقطبيين وأبي الحسن والحلبي وأمثال هؤلاء، يحذر منهم أشد الحذر. بارك الله فيكم. وقد كتبنا فيهم كتابات كثيرة وبينا ما عندهم من الضلالات الخطيرة والمخالفات الجسيمة لمنهج السلف الصالح في الأصول والفروع والعقائد، فاقرؤوها وانشروها ووعوا بها إخوانكم السلفيين ومن يهدي الله على أيديكم. أوصيكم بالتآخي فيما بينكم والتلاحم والتعاون على البر والتقوى، ورد الإثم والعدوان من البدع والضلالات التي يستهدف بها السلف ومنهجهم. بارك الله فيكم. أبو الحسن يخالف أئمة الإسلام في جماعة التبليغ وفي الإخوان المسلمين، ابن باز، الألباني، النجمي، زيد، فلان الحيدان، الفوزان، الغنيمان، الغديان. بارك الله. هؤلاء بدعوا التبليغ، جماعة التبليغ والإخوان، وقال ابن باز إن عندهم شركيات وضلالات، والإخوان المسلمين عندهم شركيات وضلالات، وهم يتكونون من الروافض والصوفيين الولاة
والخوارج والعلمانيين بارك الله فيك والنصارى بارك الله فيكم، فهم يتحالفون مع العلمانيين بارك الله فيك، ويجمعون هؤلاء في تنظيمهم، في تنظيم يعني النصراني يكون واحدا من أفراد الإخوان المسلمين، والرافضي الغالي الكافر الزنديق يكون عضوا في الإخوان المسلمين. وقد كتبنا في الروافض كتابات عديدة بارك الله فيكم، وهؤلاء الآن يتماسكون مع الإخوان المسلمين، ظهر عندكم في بريطانيا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي غيرها، لا يزالون على منهجهم الأول بارك الله فيكم. فاحذروا من هؤلاء ومن يدعو إليهم كأبي الحسن بارك الله فيك. وعلي حسن أيد رسالة عمان الداعية إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان، ومدح من أيدها وهم روافض وصوفية وخوارج وعلمانيين ونصارى وباطنية وكذا، مدحهم وقال إنهم علماء ثقات وولاة أمناء. ثم دافع عنها دفاعا لما انتقدها السلفيون، دافع عنه وحزبه دفاعا مريرا، وطعنوا في السلفيين وسموه غلاة وإلى آخره. فتنبهوا لهذه الأشياء بارك الله فيكم، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على منهج السلف، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها من بطن، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين